انا والدتي ربنا يديها الصحة دايما متعودة ان هي تصوم اتنين وخميس، ولكن انا لاحظت حاجة غريبة جدا حصلت عليها قبل رمضان بكام يوم. لقيتها فجأة بتقولي يا بنتي انا حاسة ان انا زي ما يكون تعبانة، مش قادرة اكمل صيام. فورا قلت لها ماما وقفي صيام. وده لان ماما للأسف، ربنا يشفيها يا رب ويشفي جميع مرضانا، مريضة سكر. فالحلقة دي إهداء لكل مرضى السكر، وخصوصا في صيام شهر رمضان الكريم. امتى لازم اوقف صيام؟ لازم توقف صيام فورا لو حسيت بزغللة في العين، حاسس بجفاف في الحلق، او بتدخل الحمام كتير. دي علامة انذار ولازم وقتها نوقف صيام فورا. اول حاجة هبدأ اعملها هي ان انا هقيس السكر بتاعي واطمن عليه، واذا كان اقل من 70 او فوق 300 لازم اوقف صيام واخد جرعة العلاج بتاعي مظبوط. لازم على الاقل السكر نطمن عليه كل يوم. في ناس كتير جدا بتكسل ان هي تقيس السكر بتاعها، بس صدقوني ده هيكون امان ليكم اكتر. في رمضان بالذات نقيس السكر بتاعنا 5 مرات في اليوم. اول مرة اول ما نصحى على طول، تاني مرة قبل الفطار مباشرة، تالت مرة بعد الفطار بساعتين، رابع مرة قبل السحور مباشرة، أما خامس مرة فبتكون في نص عدد ساعات الصيام، يعني ممكن نقيسها الظهر. كمان من الحاجات الحلوة قوي قوي ان انتوا تعملوا جدول لقياس السكر وتسجلوا في كل وقت القراية الخاصة بيه، لان ده بعد الشر لو لا قدر الله حصل اي حاجة، الجدول ده هو اول حاجة هتروح معاكم عند الدكتور. كمان ما تنسوش ان لازم تكون في زيارة للدكتور بتاعكم قبل رمضان لو انتوا ناويين تصوموا، علشان طبعا يظبط لكم جرعات الانسولين والاقراص. كمان من النصايح المهمة قوي اللي لازم تكونوا عارفينها ان انتوا تأخروا وجبة السحور بتاعتكم على قد ما تقدروا. كل ما كان المدة قبل الفجر على طول، كل ما كان عدد الساعات في الصيام قليلة. قللوا الأملاح في السحور واستبدلوها بسحور يكون صحي، عيش، بيض، زبادي، جبنة. ويا سلام بقى لو زودتوا شوية فول ومعاه شوية زيت زيتون، صدقوني انتوا كده خدتوا وجبة صحية متكاملة. طيب الحمد لله اتسحرنا وصمنا واليوم عدى تمام وما حصلناش اي حاجة. جينا بقى لوقت الفطار. استنوا بس، هتعملوا ايه؟ لا، ما تشربوش عصير، ممكن تاخدوا بدلها تمراية او 3 تمرات مع كوباية مية، ده بديل صحي وكويس قوي. او ممكن تضربوه مع لبن، وبعد ما تكسروا صيامكم صلوا المغرب. صدقوني ده كده صحي جدا. بعدها بقى تبدأوا تفطروا. هنفطر ازاي؟ اول حاجة هنبدأ بيها الشوربة او السلطة، وتاني حاجة هنبدأ بيها هو البروتين، سواء كان لحمة سواء كان فراخ، ده تقسيم الوجبة بتاعتكم. نبدأ بالشوربة والسلطة، تاني حاجة البروتين، تالت حاجة بيكون العيش والرز أو المكرونة. اتفقنا؟ وبعد فطاركم أحسن حاجة تقدروا تعملوها هي إن انتوا تصلوا صلاة التراويح، وده لأنها أسهل رياضة بسيطة جسمكم يقدر يعملها بعد الفطار. وخلوا بالكم اوعوا تعملوا رياضة أبدا أو أي مجهود قبل الفطار. كمان قللوا شرب شاي وقهوة، صدقوني ده هيفيدكم. وكمان اشربوا مية كتير. وآخر نصيحة ليكم، اوعوا تعدلوا جرعات الدواء منكم لنفسكم، لازم دايما نرجع للطبيب المعالج. اتفقنا؟ متنسوش تقولولي قستوا السكر النهاردة وطلع كام، وكمان قلتوا التعليمات دي لبابا وماما لو بعد الشر عندهم السكر ولا لأ. ورمضان كريم عليكم وتقبل الله صيامكم ان شاء الله. كان معاكم مس فاطمة عادل، انا بقدم لكم محتوى يا رب يفيدكم ويجعله في ميزان حسناتي وحسنات كل واحد يعمل شير للفيديو ده يفيد بيه غيره. سلام.